السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض تقييم الأسبوع رقم 4 في الرياضيات. قبل ما نبدأ متنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان ده بيفرق جدا في أداء الفيديو، وكمان إن هو يوصل لزمايلكم وبيشجعنا على الاستمرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مع المجموعة رقم ألف، أول سؤال عندنا بيقولك إذا كان الآر بتساوي 1 و3 زوج مرتب، 2 و5 زوج مرتب، 4 و3 زوج مرتب، تمثل دالة فيكون المجال نقط. طيب، أول حاجة عايزين نفرق بين حاجة اسمها المجال وحاجة تانية اسمها المدى. لو أنا عندي زوج مرتب مكون من إكس وواي، قالك أول حاجة المجال هو إكس، ماشي، يعني بنسميه المسقط الأول. طيب، والمدى هو مين؟ هو واي. أو بمعنى آخر، لو أنا كان عندي مخطط تساهمي فأقدر أقول إن الإكس وادي ده واي، يعني ده كده بسميه المجال، واللي رايح ليه الاسهم ده بسميه المدى. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين المجال والمدى. قلنا لو عندي زوج مرتب مكون من اكس وواي، فاكس ده هو المجال وواي ده هو مين؟ هو المدى. ماشي، اللي هو كان زمان ده اسمه س وده كده اسمه ص. طيب، قال لك لو انا عندي بمخطط تساهمي فاكس ده وادي واي، اكس رايح لواي، طالما رايح ليه يبقى واي ده على طول مدى، وده ايه؟ وده مجال، وده كده ايه؟ مدى. يبقى احنا كده فهمنا، بالتالي هنعرف نحل اي سؤال. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا بيقول لك زي ما قلنا ان ار الحاجات دي زوج مرتب 1 و3 2 و5 4 و3 تمثل دالة، فيكون المجال على طول. انت تقول لي المجال يبقى على طول 1 و2 و4. يبقى مين اول حاجه؟ يبقى المجال 1 و2 و4. اجابتك رقم 1000. سؤال رقم 2، الشكل المقابل يمثل دالة على اكس فيكون المدى. خلاص، انت قلت لي المدى لو كان بزوج مرتب يبقى هو المسقط الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الواي. طيب، لو كان بمخطط تساهمي يبقى هو اللي رايح له السهم. اللي رايح له مين؟ السهم. تعال نشوف. بي رايحة إلى إي، ماشي، وسي رايحة إلى إي، ماشي، ومن إي رايحة لإي، يبقى على طول المدى هو مين؟ هو إي. تمام، يبقى اللي رايح له الأسهم هو ده الإيه؟ المدى. بعد كده ثانيا بيقول لك إذا كان إكس بصفر وواحد واثنين وثلاثة، وواي بواحد واثنين واربعة وخمسة وستة، وكانت ار علاقة من اكس الى واي، ماشي، حيث اي ار بي تعني ان اي زائد بي، يعني كل اي من اكس زائد بي من واي بتساوي 6. ماشي، يبقى اول حاجة كده انا عندي اي زائد بي بتساوي كام؟ بتساوي 6. قال لك ان اي دي من مين؟ اي دي من اكس، والبي دي من مين؟ قال لك ان البي من واي. يساوي كام؟ يساوي 6. تعال نشوف اكس الصفر زائد كام يديني 6. قال لك يبقى صفر من اكس مع مين؟ مع 6 من واي، يديني كام؟ يديني 6. تمام، يبقى اول زوج مرتب عندنا صفر و6. ماشي، بعد كده الواحد مع كام؟ ادي الواحد من اكس زائد كام من واي؟ يديني 6 زائد 5 يديني 6. يبقى كده تاني حاجة 1 و5. ماشي، بعد كده الاتنين زائد كام؟ يديني 6. اقول له الاتنين، وادي الاربعة، ادي الاتنين زائد الاربعة يديني 6. يبقى 2 و4. ماشي، تمام جدا. التلاتة ينفع مع حاجة؟ لا، خلاص، يبقى أنا كده عندي 0 و6 1 و5 2 و4. تعال بقى نشوف هو طالب إيه في المسألة. قال لك أول حاجة اكتب العلاقة كمجموعة أزواج مرتبة. مجموعة أزواج مرتبة، تعال نروح كده نكتبها بشكل لطيف. أول حاجة هتقول له كده، أول حاجة الآر بتساوي، تفتح قوس كده. أول حاجة قلنا مين مع مين؟ قلنا ادي 0 و6 2 و4 1 و5، يبقى 0 و6. ماشي، 2 و4. ماشي، بعد كده قلنا 1 و5. تروح قافل كده القوس ده. كده كان أول سؤال. يبقى الآر تقول له إيه؟ هتقول له بتساوي 0 و6 2 و4 1 و5. ده كده كان أول سؤال عندنا. طيب، تاني سؤال بيقول لك اكتب العلاقة في صورة جدول. طيب، عشان نكتبها في صورة جدول نروح نرسم كده جدول. ادي الجدول، وهنكتب هنا A و B. مش العلاقة بتقول ايه؟ A زائد B بيساوي 6، صح؟ اهو، ادي A زائد B بتساوي 6. ماشي، نروح بقى نكتب العلاقة في جدول. أول حاجة ال A دي كانت مين؟ كانت من الإكس، صح؟ ودي كانت من مين؟ ال A كانت من مين؟ كانت من الإكس، وال B كانت من الواي. يبقى هنا بقى أروح أجيب ال A، ادي 0 وادي 2 وادي 1. طب ال B 6 4 5 6 4 5. يبقى أنا كده رسمت في إيه؟ في جدول.
تالت سؤال عندنا بيقول لك مثل العلاقة بمخطط سهمي. طيب سهل، ادي مخطط سهمي نرسم كده، وادي التاني اهو، ادي هنا كده اكس وادي هنا كده واي. اكس كانت فيها ايه؟ صفر واحد اتنين تلاتة. طيب واي فيها واحد واتنين واربعة وخمسة وستة، صح؟ واحد واتنين واربعة وخمسة وستة. تعالى بقى نشوف. اول حاجة احنا قلنا الصفر راح لمين؟ راح للستة، تروح عامل كده ماشي. الاتنين راحت للاربعة ماشي. الواحد راح للخمسة، ادي الواحد راح الى الخمسة. ده كده بمخطط ايه؟ بمخطط تساهم. طيب سؤال رقم 4 بيقول لك مثل العلاقة بيانيا. طيب تعالى بقى نشوف نمثل العلاقة بيانيا ازاي. ادي لو عندي هنا دي كده ادي البيانات، لو قلت هنا كده ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وهنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. تعالى بقى نشوف. اول حاجة قلنا عندنا مين؟ عندنا صفر وستة. ادي صفر، نكمل بقى، ادي هنا كده خمسة وهنا كده ستة. ادي صفر وستة يبقى هنا كده ماشي. بعد كده عندنا اتنين واربعة، ادي اتنين تطلع عند الاربعة هنا كده ماشي. بعد كده واحد وخمسة، ادي واحد ويطلع عند الخمسة هنا كده. بس كده رسمناها رسم ايه؟ رسم بياني هتلاقيه فوق. سؤال رقم 5 بيقولك اذكر المجال ومدى العلاقة. طيب خلاص احنا قلنا ايه من هنا بقى؟ سهل. المجال ده اللي بالاخضر ده، طيب مدى اللي بالاحمر ده. بس يبقى نيجي نقول له كده المجال يساوي نقط المدى، المدى يساوي نقط. اول حاجة المجال بتقول له ايه؟ صفر واتنين وواحد، يبقى صفر واتنين واحد. طيب المدى ستة واربعة وخمسة، ستة واربعة وخمسة، تروح قافل القوس. يبقى انا كده عرفت اجيب المجال وعرفت اجيب المدى. بعد كده عندنا السؤال رقم 2 بيقولك لو كانت اكس بواحد واتنين وتلاتة وكانت ار علاقة على اكس اي ار بي، حيث ان اي زائد بي عدد فردي. يعني لو جمعت اي زائد بي يديني عدد فردي لكل من الاي تنتمي لاكس والبي تنتمي لاكس. يعني الاي من هنا والبي من هنا. طيب اول حاجة الاي لو خدتها واحد اجمع عليها الواحد هيديني اتنين، ينفع؟ غلط، ده كده عدد زوجي ماشي. لو خدت واحد هاخد كل عدد مع الاعداد التانية. لو خدت واحد زائد الاتنين هيديني تلاتة، عدد فردي ايوه، يبقى تلاتة تنفع. طيب هاخد الواحد مع التلاتة هيديني اربعة، عدد فردي غلط ما ينفعش. يبقى كده من اللي ينفع التلاتة بس. طيب تعالى نجمل التانيين. لو خدت الاتنين مع الواحد هتديني تلاتة، ينفع ماشي. لو اخدت الاتنين مع الاتنين هيديني اربعة، ينفع؟ لا. لو اخدت الاتنين مع التلاتة هيديني خمسة، ينفع؟ ايوه ينفع ماشي. يبقى انا كده مين اللي ينفع؟ ده ينفع وده ينفع. طيب تعالى نكمل. لو اخدت التلاتة مع الواحد يديني اربعة، ده ينفع؟ ما ينفعش. طيب لو اخدت التلاتة مع الاتنين هيديني كام؟ يديني خمسة، يبقى ده ينفع؟ ده ينفع. لو اخدت التلاتة مع التلاتة هيديني ستة، ده ينفع؟ لا. ده ايه؟ ده عدد زوجي، يبقى مين اللي ينفع؟ ده اللي ينفع. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ قالك عندنا ده ينفع وده ينفع وده ينفع وده كده ايه؟ ينفع. طيب تعالى بقى نطلعهم في ازواج مرتبة. ايوه، اول حاجة عندنا مين؟ عندنا واحد واتنين ماشي، وعندنا اتنين وواحد تمام جدا، واتنين وتلاتة واتنين وتلاتة ماشي، وعندنا تلاتة واتنين، تلاتة واتنين. يبقى انا كده عندي كام زوج مرتب؟ اربع ازواج مرتبة. واحد واتنين، اتنين وواحد، اتنين وتلاتة، تلاتة ايه؟ تلاتة واتنين. تمام؟ تمام جدا. طيب نروح نعمل ايه بقى؟ تعالى بقى نشوف هو طالب ايه. قال لك اول حاجة اكتب العلاقة كمجموعة ازواج مرتبة. طيب تعالى بقى اول حاجة نعملها كمجموعة ازواج مرتبة. تقول له اول حاجة الار بتساوي، تفتح كده قوس، تفتح مجموعة، بعد كده تقول له اول حاجة عندنا واحد واتنين ماشي. بعد كده عندنا اتنين وواحد ماشي. بعد كده عندنا اتنين وتلاتة وتلاتة واتنين، اتنين وتلاتة ماشي. وبعد كده عندنا تلاتة واتنين، وتروح قافل الايه؟ المجموعة كده. يبقى واحد واتنين، اتنين وواحد، اتنين وتلاتة، تلاتة واتنين. سؤال رقم 2 كان عايز ايه؟ السؤال رقم 2، تعالى بقى نمسح الكلام ده بقى كده، خلاص احنا كده فهمنا.
سؤال بقى رقم 2 بيقول لك اكتب العلاقة في صورة جدول. طيب اول حاجة تعالى نكتب في صورة جدول. ادي الجدول، تقول له كده ادي هنا A وادي B. لو كانت A بواحد وهنا 2 ماشي، هنا 2 وهنا 1، هنا 2 وهنا 3، هنا 3 وهنا 2. بعد كده السؤال رقم 3 عايز مخطط تساهمي. ادي مخطط تساهمي، ادي هنا كده مين؟ ادي الاكس، وهنا برضو الاكس. هنا كان ايه؟ كان 1 2 3، وهنا برضو 1 2 3. تعالى بقى نشوف. اول حاجة عندنا ادي الواحد راح للاتنين ماشي، والاتنين راحت الى الواحد ماشي، والاتنين كمان راحت الى التلاتة ماشي، والتلاتة راحت الى الاتنين ماشي. تمام، ده كده مخطط التساهم. يبقى الواحد راح للاتنين، والاتنين راحت للواحد وراحت للتلاتة ماشي، والتلاتة راحت للاتنين. رابع سؤال بيقولك مثل العلاقة بيانيا. طيب لو حبينا نرسم العلاقة كده بياني، هنا كده ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، وهنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. اول حاجة احنا قلنا ايه؟ 1 و2، ادي 1 وادي الاتنين ماشي. بعد الواحد والاتنين بعد كده 2 1 2 1 هنا كده. بعد كده 2 و3 2 1 هنا كده، 2 و3 هنا كده. بعد كده عندنا 3 و2، ادي 3 وادي الاتنين. كده رسمنا العلاقة بيانيا. بعد كده رقم 5 عايز المجال وعايز المدى. اول حاجة المجال خلاص بقى سهل بقى، والمدى تقول له المجال بيساوي والمدى بيساوي. اول حاجة المجال هتاخد مين؟ كل الاعداد، 1 2 2 نكرر 3، يبقى 1 و2 و3. يبقى تقول له كده المجال 1 و2 و3. طيب المدى خلاص، المدى هيبقى 2 و1 و3 و2، يبقى 2 برضو و1 و3. بس كده. كده خلصنا السؤال رقم 2. كل الإجابات جبناها، العلاقة كمجموعة أزواج، وصورة جدول، وبيانيا، ومخطط تساهمي، والمجال والمدى. خلاص انت كده بقت برنس فيه وتعرف تجيبه. بعد كده عندنا سؤال رقم 3 بيقولك إذا كان دالة الإكس ب3 إكس زائد بي، ودالة الأربعة ب15، أوجد قيمة المقدار ده. طيب أول حاجة دالة الإكس بكده. طيب وبعد كده قالك إن دالة الأربعة، يعني لو شلت كل إكس وحطيت 4 هيديني في الآخر 15. يعني أنا أقول له كده لو شلت، يبقى أقول له كده دالة الأربعة بتساوي 3 إكس زائد بي بتساوي كام؟ 15. يعني لو شلت الإكس دي وحطيت 4 في الآخر تساوي 15. طيب تقول له 3 في 4، هشيل بقى الإكس وأحط 4 ماشي. 3 في 4 زائد البي بيساوي 15. 3 في 4 ب12 زائد البي بيساوي 15. يبقى كده البي بتساوي كام؟ 15 ناقص 12 يطلع 3. طيب تعالى بقى ايه، تعالى نعوض. يبقى انا كده جبت البي بتاعتي بكام؟ ب3. يبقى كده البي ب3. تعالى بقى نشوف. ادي 5 في البي تربيع يعني 3 تربيع زائد 2 في 3 ناقص 20. طيب 5 تنزل، 3 تربيع يعني 9 زائد 2 في 3 ب6 ناقص 20. 5 في 9 ب45 زائد 6 ناقص 20. 45 و6 ب51 ناقص 20، يبقى يديني 31. يبقى قيمة المقدار ده هتساوي 31. بعد كده عندنا المجموعة رقم ب. بيقولك إذا كان 3 و1 و4 و2 5 و4 ده الأزواج مرتبة، فإن المجال خلاص مجال يبقى 3 4 5. انت كده فهمت 3 4 5 يبقى اجابتك رقم ب. طب مدى يبقى 1 و2 و4. تمام، يبقى ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه مدى ماشي. المجال باخد الاولاني اللي هي اكس 3 4 5. الشكل المقابل يمثل دالة على اكس فيكون المجال. انا عايز المجال يبقى اللي ايه؟ اللي هو ده، مش اللي رايح له اسهم. هو مين هنا اللي رايح له اسهم؟ اللي رايح له اسهم هنا ايه؟ البي رايح لايه، السي رايح لايه، وايه رايحه لايه. ده كده مين؟ المدى. ايه دي كده المدى. طب انا عايز بقى المجال، يبقى المجال مين؟ هيبقى البي رايحه للايه يبقى بي، والسي رايحه للايه يبقى سي، والاي رايحه للايه يبقى ايه. يبقى كده المجال بتاعي بي وسي واي، ادي اي بي سي. يبقى السؤال الثاني اجابته رقم الف.
بعد كده بيقول لك ثانيا اذا كان اكس بصفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة والواي بواحد واثنين واربعة وخمسة وستة، وكانت ار علاقة من اكس الى واي حيث اي ار بي تعني ان كل اي زائد بي بتساوي 7، والاي تنتمي الى اكس يبقى هنا كده اي، والبي تنتمي الى واي يعني هنا كده بي. ماشي، يعني لو خدت كل حاجة من اي اكس اللي هو ينتمي لاكس يعني، واشوف من هناك عشان يديني في الاخر 7. طيب اول حاجة انا هاخد الصفر، يبقى انا كده عندي اي زائد البي بتساوي كام؟ 7. لو خدت الصفر هلاقي عند بي صفر زائد كام؟ يديني 7 زائد 7، يبقى كده مظبوط. طيب هاخد بعد كده الواحد، واحد زائد كام؟ واحد زائد 6 موجود. بعد كده الاتنين زائد 5، الخمسة موجودة يديني 7. ماشي، بعد كده هاخد التلاتة، 3 زائد 4 هيديني 7. ماشي، بعد كده الأربعة زائد 3 مفيش، خلاص. يبقى أنا كده عندي صفر وسبعة، واحد وستة، اتنين وخمسة، 3 وأربعة. يبقى يجي يقولك العلاقة كمجموعة أزواج مرتبة، تقول له كده الآر بتساوي أول حاجة عندنا صفر وسبعة. ماشي، بعد كده واحد وستة. ماشي، بعد كده اتنين وخمسة. ماشي، بعد كده 3 وأربعة. تروح قافل الإيه القوس، يبقى صفر وسبعة، واحد وستة، اتنين وخمسة، 3 وأربعة. بعد كده السؤال التاني، الأول خليهم هنا جنبينا علشان إيه؟ عشان لما نيجي نرسم ونعمل المخططات في صورة جدول، تروح ارسم له الجدول كده. ادي الجدول، اول حاجة دي هنا ايه وادي هنا بي، يبقى صفر وسبعة، واحد وستة، اتنين وخمسة، 3 واربعة. ده كده في ايه؟ في صورة جدول. طيب عايزين نعرف في مخطط تساهمي. خطط تساهمي تروح كده ترسم، ادي المخطط التساهمي. هنا مين؟ هنا اكس وهنا واي. ماشي، ادي اكس صفر واحد اتنين تلاتة اربعة، صفر واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب وهنا واحد اتنين اربعة خمسة ستة، واحد اتنين اربعة خمسة ستة. اول حاجة عندنا صفر وسبعة، ادي الصفر وهنا في 7 معلش، وادي هنا كده كمان 7. اول حاجة عندنا صفر وسبعة، ادي صفر وسبعة. واحد وستة، واحد وستة. اتنين وخمسة، اتنين وخمسة. 3 واربعة، 3 واربعة. ادي ده كده مخطط تساهم. العلاقة البيانية زي ما رسمنا بالظبط، نفس العلاقة هتيجي برضو صفر وسبعة عند الواحد، وستة عند اتنين، وخمسة عند 3 واربعة. طيب المجال ومدى العلاقة، خلاص دي برضو فهمناها. أول حاجة تقول له كده المجال بيساوي، يبقى مين؟ صفر واحد اتنين أربعة. يبقى أول حاجة صفر واحد اتنين تلاتة، صفر واحد اتنين ايه؟ تلاتة. طيب المدى، تقول له كده المدى بيساوي، تقول له 7 و6 5 4، 7 6 5 4. يبقى 7 6 5 ايه؟ 5 4. يبقى ده المجال وده المدى. بعد كده عندنا السؤال رقم 2، بيقول لك لو كانت الاكس ب4 و3 و2 وكانت ار علاقة على اكس. ماشي، قال لك حيث اي ار بي تعني ان كل اي زائد بي عدد زوجي. ماشي، لكل اي تنتمي الاكس وبي تنتمي الاكس. اول حاجة قلنا ان احنا هنمسك كل عدد وناخده مع الاعداد التانية. اول حاجة لو خدت الاربعة، اول حاجة مع الاربعة نفسها هتطلع 8. ماشي، لو خدت 4 مع التلاتة وادي 4 مع الاتنين، هنا هيطلع 7، هنا هيطلع 6. مين ينفع؟ طبعا 8 تنفع والستة تنفع، يبقى اذا ده كده ايه؟ غلط. بعد كده هروح اخد التلاتة مع نفسها، التلاتة مع الاربعة، التلاتة مع الاتنين، ونشوف 3 و3 6، 3 و4 7، 3 و2 5. مين ينفع؟ ده ما ينفعش وده ما ينفعش، يبقى مين اللي ينفع؟ ده اللي ينفع. بعد كده هروح اخد الاتنين مع نفسها، الاتنين مع التلاتة، الاتنين مع الاربعة. 2 و2 4، 2 و3 5، 2 و4 6. الاربعة تنفع، الستة تنفع، الخمسة لا. يبقى انا كده عندي مين اللي ينفع؟ اللي ينفع عندي ده كده، وعندي ده. ماشي، وعندي ده كمان، وعندي ده، وعندي ده. يبقى اللي انا علمت عليه ده بس مين اللي ايه اللي ينفع. يبقى لو قال لي اكتب العلاقة كمجموعة ازواج مرتبة، تقول له كده ان الار بتساوي، اول حاجة عندنا تقول له 4 مع الاربعة. ماشي، بعد كده هتقول له عندنا الاربعة مع الاتنين. ماشي،
بعد كده عندنا التلاتة مع التلاتة، ماشي. بعد كده عندنا الاتنين مع الاتنين والاتنين مع الأربعة، الاتنين مع الاتنين والاتنين مع الأربعة، وتروح قافل خالص. يبقى أنا كده عندي كام واحد؟ أدي واحد، أدي اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. تمام، تمام جدا. يبقى احنا كده عندنا أول سؤال اللي هي العلاقة كمجموعة أزواج مرتبة، كتبناها الار 4 و4، 4 و2، 3 و3، 2 و2، 2 و4. تاني حاجة اكتب العلاقة في صورة جدول. قلنا نعمل كده، ادي الجدول بتاعنا اهو، ادي الجدول. هنقول هنا كده A وادي هنا B. اول حاجة تقول له 4 و4، 4 و2، 3 و3، 2 و2، 2 و4. ده كده الجدول ايه؟ الجدول بتاعنا. تمام، تمام جدا. بعد كده عايزين نروح نشوف اللي بعدها. بيقولك مخطط تساهمي، ادي المخطط التساهمي. ادي كده 4 3 2، 4 3 2. اول حاجة الاربعة للاربعة، يبقى 4 ل4. بعد كده 4 للاتنين. بعد كده 3 ل3، ماشي. بعد كده 2 ل2، ماشي. والاتنين للاربعة. تمام جدا. ده كده بمخطط ايه؟ بمخطط سهمي. العلاقة بيانيا، عرفنا ازاي نعمل علاقة بيانيا. كل نقطة مثلا 4 و4، 4 و2، وهكذا. وده ايه؟ سهل. طيب سؤال بقى رقم 5 ده جديد، بيقول لك هل العلاقة دالة ام لا؟ طيب اول حاجة عايزين نعرف ان العلاقة دالة ام لا. لازم يكون ان الاكس او المسقط الاول ده يكون متكرر مرة واحدة. انا عندي الاربعة متكررة مرتين، عندي الاتنين برضو متكررة مرتين، يبقى ما ينفعش. يبقى العلاقة دالة ام لا، هتقول له العلاقة ليست دالة. العلاقة ليست ايه؟ ليست دالة. طيب يجي يقول لك ليه بقى؟ هتقول له كده لان العنصران اللي هما مين؟ 4 و2، ماشي، خرج منهم كل واحد ايه؟ اكثر من سهم. يعني 4 شايف طلع منها كم ايه؟ كم سهمين، واحد رايح للاربعة وواحد رايح للاتنين. الاتنين طلع منها سهمين، واحد رايح للاربعة والتاني رايح للاتنين. يبقى تقول له كده العلاقة ليست دالة لان العنصران اللي هما مين؟ 4 و2 خرج منه اكثر من سهم. اكثر من ايه؟ من اكثر من سهم. تمام، تمام جدا. بعد كده السؤال رقم 3 بيقول لك لو كان دالة الاكس ب5 اكس زائد بي ودالة الاتنين ب12، يبقى انا كده اقدر اقول ان دالة الاتنين بتساوي 5 اكس زائد البي بتساوي كام؟ بتساوي 12. طيب هنشيل بقى الاكس ونحط كام؟ نحط 2 زائد البي بتساوي 12. 10 زائد البي بتساوي 12. يبقى كده البي بتساوي كام؟ بتساوي 12 ناقص 10 2. يبقى انا كده جبت البي ب2، ماشي. كده انا جبت البي بتساوي كام؟ بتساوي 2. تعالى بقى نشوف عايز ايه. قال لك فان قيمه المقدار بي تربيع ناقص 2 بي ناقص 10. هتقول له بي تربيع يعني كام؟ يعني 2 تربيع ب4، ماشي، ناقص الاتنين في 2 ب4 ناقص ال10. يبقى 4 تنزل، ناقص 2 في 2 ب4 ناقص ال10، ماشي. 4 ناقص 4 صفر، صفر ناقص 10 يبقى يطلع في الاخر بكام؟ بسالب 10. بعد كده عندنا المجموعة الأخيرة ج. أول حاجة بيقولك إذا كانت الآر بتساوي 1 و3 2 و3 4 و3 تمثل دالة، فيكون المجال. خلاص أنا عرفت المجال على طول، يبقى 1 2 4 1 2 4 يبقى إجابة رقم ألف. إنما 3 و3 والتلاتة دي كلها يبقى إيه؟ 3 دي كده مدى. تمام، تمام جدا. بعد كده بيقولك أي من الأشكال التالية لا يمثل دالة. قلنا إمتى ما تكونش دالة؟ إذا كان المسقط الأول متكرر كذا مرة أو خرج منه أكتر من سهم. طيب أول حاجة تعال نشوف. اول حاجه ادي الاتنين رايحه للتلاته، ماشي، والتلاته رايحه للاتنين، ماشي، والواحد رايح للتلاته ورايح لنفسه. طالما الواحد رايح للتلاته ورايح لنفسه يبقى ده كده لا يمثل داله، يبقى اذا الاجابه رقم الف. طيب اول حاجه الواحد رايح لسي، واتنين رايحه لسي، واربعه رايحه لسي. خلاص دي داله عادي، كل واحد منه خرج سهم واحد، كل عنصر في اكس خرج منه سهما واحد. طيب اول حاجه ادي السي رايحه لنفسها، ماشي، والبي رايحه لايه، والاي رايحه لبي، عادي جدا داله، ماشي. طيب الاي رايحه للواحد والبي رايحه للواحد والسي رايحه للاثنين، كل عنصر في اكس خرج منه سهما واحدا، يبقى اذا دي داله. يبقى مين اللي مش داله؟ هي الف. ليه؟ لان الواحد رايح لنفسه، واحد وواحد، وواحد رايح لثلاثه، يبقى كده ظهر ايه؟ ظهر مرتين او خرج منه سهمين. بعد كده بيقول لك ثانيا اذا كان اكس بصفر وواحد واثنين وثلاثه، ماشي، والواي بواحد واثنين واربعه وخمسه، وكانت ار علاقه من اكس لواي حيث اي ار بي تعني ان اي زائد بي بتساوي 5، ماشي. يبقى انا عايز اي زائد البي بتساوي 5 لكل اي تنتمي الى اكس، يبقى هنا كده اي والبي هنا كده. تمام. تعال نشوف. اول حاجه ادي اي زائد البي، خلاص هي مكتوبه مش لازم. اي زائد البي بتساوي كام؟ بتساوي 5. اول حاجه لو خدت الاي صفر
زائد كام يديني 5، يبقى لازم 0 زائد 5. موجود موجود ماشي. الواحد زائد كام؟ زائد الأربعة. موجودة الأربعة؟ موجودة الأربعة. الاتنين زائد التلاتة. موجودة التلاتة؟ مش موجودة، يبقى ما ينفعش. ماشي. بعد كده التلاتة زائد الاتنين. الاتنين موجودة، الاتنين موجودة، يبقى 5. يبقى أنا كده عندي مين؟ عندي ده وعندي ده وعندي ده. طيب يبقى يجي يقول لك العلاقة كمجموعة أزواج مرتبة، تقول له الآر بتساوي، تفتح كده قوس، أول حاجة أدي 0 و5 ماشي. بعد كده 1 و4 ماشي. بعد كده كام؟ 3 و2. تمام تمام جدا. حيث التلاتة دي بتنتمي إلى إكس والاتنين دي تنتمي إلى واي. ماشي. ده كده كأزواج مرتبة. طيب صورة جدول. والله صورة جدول، ادي الجدول اهو. ادي هنا كده A وادي B. اول حاجة ادي 0 وادي 5، ادي 1 وادي 4، ادي 3 وادي 2. يبقى 0 و5 1 و4 3 وايه و2. تمام تمام جدا. بعد كده بمخطط سهمي، سهلة جدا. تعال نرسم مخطط سهمي. ادي كده، ادي هنا كده هيبقى اكس اللي هي كام؟ 0 و1 و2 و3. والناحية التانية يبقى 1 و2 و4 و5 و6. يلا. أول حاجة الصفر رايح إلى الخمسة ماشي. الواحد رايح إلى الأربعة ماشي. بعد كده التلاتة رايحة إلى الاتنين. تلاتة رايحة إلى الاتنين. تمام تمام جدا. العلاقة بيانيا دي قلنا سهلة. طيب هل العلاقة دالة ولا لأ؟ أول حاجة أدي 0 1 3، كل واحد طالع منه سهم واحد. كل عنصر في إكس طالع منه سهما واحدا رايح إلى واي. يبقى العلاقة دالة ولا مش دالة؟ هتقول له كده العلاقة دالة. ليه؟ هتقول له لأن كل عنصر خرج منه سهم واحد، أو ظهر كصورة واحدة أو كمسقط أول واحد. تمام تمام جدا. بعد كده عندنا السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لك إذا كان إكس 3 5 9 وكانت آر علاقة على إكس حيث كل من إي وبي عدد يقبل القسمة على 3. تمام تمام جدا. السؤال ده حلو. أول حاجة أنا عندي إيه زائد البي، يبقى لازم العدد اللي يطلع يقبل القسمة، يبقى الاسم على كام؟ على 3. طيب أول حاجة لو خدت، هناخد كل بقى 3 مع التلاتة، 3 مع الخمسة، 3 مع التسعة ماشي. نيجي للي بعده، يساوي يساوي يساوي. بعد كده هاخد الخمسة مع التلاتة، واخد الخمسة مع نفسها، واخد الخمسة مع التسعة، يساوي يساوي يساوي. بعد كده هاخد التسعة مع نفسها، والتسعة مع الخمسة، واخد التسعة مع التلاتة، يساوي يساوي. طيب أول حاجة عندنا 3 و3 6، 8 12. هل الستة تبقى الستة ينفع تتقسم على 3؟ أيوة، العدد ده بيقبل القسم على 3. 6 على 3 فيها الاتنين. 8 على 3 ينفع؟ ما ينفعش. 12 على 3 ينفع؟ ينفع. يبقى مين اللي ينفع؟ ده اللي ينفع وده اللي ينفع. ماشي. اللي بعده 5 و3 8، 10 14. يلا. التمانية ينفع تتقسم على 3؟ لا. العشرة ينفع تتقسم على 3؟ برضو لا. 14 على 3؟ برضو لا. يبقى من هنا محاجاش تنفع. طيب 9 و9 18، 9 و5 14، 9 و3 12. يلا. 18 ينفع تتقسم على 3؟ ايوه. ال 14 على 3 ما ينفعش. 12 على 3 ينفع. يبقى مين اللي ينفع؟ ده اللي ينفع، ده وده. يبقى يجي يقول لك بقى قول لي المجموعة كأزواج مرتبة، تقول له الار بتساوي مجموعة زوج مرتب. أول حاجة تقول له 3 و3 ماشي. بعد كده تقول له 3 و9. تمام جدا. بعد كده تقول له 9 و9. بعد كده تقول له 9 و3. بس كده تروح قافل القوس. تمام تمام كده. كده احنا جبنا له اول حاجه. تعالى بقى نمسح الكلام ده كده. خلاص احنا جبنا اللي احنا عايزينه ايه منه. الطريقه دي كده هتسهل عليك كتير جدا اللي احنا بنعمله ده. طيب يبقى كده اول سؤال حلناه. تاني سؤال جدول. ادي الجدول سهل جدا. ادي A ادي B. اول حاجه عندنا هتقول له 3 و3، 3 و9، 9 و9، 9 و3. تمام. ده كده الجدول. طيب بمخطط سهمي. ادي مخطط السهمي. اول حاجة عندنا ادي 3 5 9، 3 5 9. يلا. التلاتة رايحة للتلاتة، والتلاتة رايحة الى التسعة ماشي. بعد كده التسعة رايحة الى التسعة، والتسعة رايحة الى التلاتة. تمام جدا. العلاقة بيانيا ودي سهلة. العلاقة بدالة ولا لا؟ هتقول له ليست. يلا قول ليست دالة. ليه مش دالة؟ ليه؟ هتقول له كده لأن
العنصران. مين بقى؟ التلاتة والتسعة. اهي تلاتة ظهر مرتين والتسعة ظهر مرتين. تلاتة وتسعة خرج منهم أكثر من سهم. خرج منهم أكثر من إيه؟ من سهم. بعد كده عندنا السؤال الأخير، والسؤال الأخير بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا كانت دالة الإكس باتنين إكس ناقص بي ودالة التلاتة بعشرة، يبقى تقول له كده عندي دالة التلاتة هتساوي 2 إكس ناقص البي بتساوي كام؟ 10. يبقى كده 2 أشيل الإكس وأحط 3 ناقص البي بتساوي 10. يبقى 6 ناقص البي بتساوي 10. يبقى كده لو وديت البي هناك بتغير الإشارة وجبت وديت البي هنا وجبت ال10 هنا، يبقى كده 6 ناقص ال10 يبقى بسالب ايه؟ بسالب 4. يبقى انا كده جبت البي بسالب 4. تقدر بقى تشيل كل ده وتحط القيمة دي، يبقى 3 البي سالب 4 تربيع ناقص 5 في البي سالب 4 زائد 7. ركز بقى في السوالب دي، 3 تنزل سالب 4 تربيع يبقى ب16 ناقص عندك هنا سالب 5 في سالب 4 يبقى بموجب 20 زائد ال7. تروح بقى تعملها على الآلة، تضرب 3 في 16 تقول له كده ادي 3 في 16 ماشي زائد 20 زائد 7 هيطلع معاك ب75. يبقى اذا السؤال ده 75. تمام جدا. وبكده نكون حلينا مع بعض تقييم الأسبوع رقم 4 للصف الثاني الإعدادي في الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.